شيء أكيد يسعد إنه نشوف سينما من جديد ببغداد. أنا أعتقد هي سينما عمرها ما انقطعت، لكن للأسف هي ما مسوقة بشكل كافي حتى الجمهور يقدر يشوفها. يعني المهرجانات السينمائية مستمرة من زمان، لكن إنه نشوف عرض جماهيري وبسينما بها أفلام عالمية وأفلام يعني جماهيرية، هي هاي الخطوة اللي أنا كلش أقصد مهمة. الأفلام العراقية بالتحديد عودتها للسينما. طبعا اعرف الافلام موجوده، الافلام العراقيه دائما موجوده، بس ما موجوده على شكل جماهيري، يعني ما تنعرض بالسينمات. اقتصرت بالفتره السابقه انه نشوفها بمسارح مثلا، او يعني اماكن معينه. فاليوم اعتقد انه يعني خطوه كلش مهمه انه نرجع نشوف فيلم عراقي بالسينما بنص كل هاي الافلام الباقيه. لغاية الآن شنو انطباعك عن الفيلم؟ فيلم كلش حلو ممتع. فكرة انه فيلم عراقي ومتصور برا، هاي اصلا صورة جديدة ومناطق جديدة وحتى وجوه جديدة، فمبين انه الفيلم كلش حلو. أولا أنا سعيد جدا موجود في بغداد مدينتي. وثانيا أنا سعيد أكثر أنه عندي فيلم روائي طويل يعرض في بغداد، وبوجود هالكمية من الناس الموجودين، من فنانين إلى شعراء إلى كتاب إلى نقاد. فهذا فشي جميل جدا أنا أعتز به. الفيلم أخذ مني وقت طويل على ما كتبته وعلى ما كملت كتابته في التحضيرات والتصوير، وجت عندنا الكورونا أخذت منا وقت طويل. كملت المونتاج إلى أن الحمد لله عرضته في لندن مرتين، وأعجبوا بي كلش البريطانيين، حقق نجاح. فهسه عندي 5 أمسيات جاية في لندن، فهذا شيء جيد جدا أنه فيلم عراقي روائي طويل يعرض في لندن وباهتمام من البريطانيين. ضروري جدا نشوف أعمال عراقية في السينما. أنا اليوم حضرت هذا الفيلم ابتسامة بيكاسو، فيلم جميل جدا جدا للمخرج المغترب المتألق أستاذ جعفر. أول مرة أحضر له فيلم، هو دعاني شخصيا ولبيت الدعوة وإجيت أشوف الفيلم. أنا من النادر أن أجي أفلام بصراحة، بس من سمعت فيلم عراقي هزني الشوق، وقلت لازم أحضر فيلم عراقي ولازم نشجعهم. لازم نرفع من معنوياتهم. شفت الفيلم جميل جدا جدا، وهاي يعني خطوة تبشر بخير. وأتمنى دائما المخرجين يقدمون على هيك أعمال، أفلام سينمائية، لأن احنا بحاجة إلى الأفلام السينمائية. ابتسامة بيكاسو فيلم روائي طويل تم تصويره بالكامل في لندن. يتناول الفيلم قضية فنان تشكيلي عراقي يقوم برسم لوحة اسمها ابتسامة بيكاسو، ومن ثم يبدأ بالبحث عن ابنه الوحيد الذي هاجر مع عائلة عمه إلى لندن، حيث يدخل في صراعات متعددة. الرجل جعفر مراد رجل مجتهد سينمائي مخلص لعمله، مؤدب مثقف. يكفي أنه يعمل في الخارج باسم العراق ويرفع راية العراق ويرفع اسم العراق. الفيلم سيكولوجي، وعادة الأفلام السيكولوجية تحتاج إلى رؤية كبيرة، تحتاج إلى حذق بالتصوير بالإخراج بالإضاءة، ولكن هو اشتغل بإمكانياته البسيطة. قدم لنا فيلم، قدم لنا أبسط شيء هي الحكاية اللي دائما المشاهد يشوف الحكاية السرد ويأخذ منها عبرة. ابتسامة بيكاسو هو عنوان فيلمي اللي اليوم شفتوه. سعيد كلش، يعني أنا دا عرضه ببغداد، وجمهور عراقي، فنانين عراقيين موجودين، وسعيد كلش أنه دا أسمع آراء كلش حلوة من عندهم. القصة غريبة، القصة حزينة، وهو هذا المطلوب، يعني لازم أشد المشاهد من البداية. والحمد لله أنا حسيت المشاهد مشدود من البداية للنهاية، وهذا المسج مالتي الحمد لله وصل. الفيلم جميل كونه تبنى موقف عراقي وجاب ممثلين عراقيين وبريطانيين بأجواء بريطانية، والفكرة جميلة جدا. استخدم موسيقى
يعني جسدت الفيلم بطريقة اللي هي أجانب، يعني مهندس الصوت أجنبي أو الموسيقى أجنبي، المخرج خريج بريطانيا. فيلم عراقي يعرض في لندن أكثر من مرتين 3 وبالعراق، هذا مكسب للسينما العراقية. الفيلم قدم بأسلوب سهل وممتع رغم سوداوية الأحداث وتركيزها على الناحية النفسية والسيكولوجية، وهو من بطولة فلاح هاشم وسلام زهرة ومحمد عطا، وإخراج جعفر مراد، وتم عرضه للمرة الثانية على مسرح الرشيد. القصة هي عراقية 100%. هو أخذها من جانب أنه اللجوء وآثار على الشخص، لأنه اللي يحب بلده ما ممكن يعوفه. هذا مختصر أقدر أقول لك إياه، وإن شاء الله يشوفون الفيلم ويشوفون الحبكة مالته ويعني والعمل كلش جيد إن شاء الله. بالتأكيد يعني إحنا نحتاج الاستمرارية بتنفيذ هكذا أعمال، العودة إلى السينما. يعني كانت السينما واصلة عندنا إلى مراحل متقدمة حقيقة، لكن صارت أكو فجوة كبيرة يعني بين السبعينات والثمانينات إلى حد الآن. إيش معنى ناجي وما لقيتي غير واحد تزوجيه؟ عجيب أمر هذا الرجال، عبالك خال هاي الجملة براسه من العراق لهنا.